السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مميز جدا جدا جدا، بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة هنعمل صينية رواني. كيكة الرواني بتاعتنا أكيد كلنا عارفينها طبعا، سهلة وخفيفة وبسيطة ومكوناتها كلها في بيت كل واحد فينا. هنبدأ إن شاء الله. بصوا، 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ ومعاهم كوباية سكر. هنحطهم في الخلاط ونضربهم، وممكن نضربهم بالمضرب اليدوي وممكن بالمضرب اللي بالكهرباء، بس أنا بفضل بالخلاط، بستسهل الخلاط وأعملهم في الخلاط أفضل، بيديني نتيجة أحلى يعني. نزلت بالبيض وأنزل عليه بالسكر وأضربه في الخلاط، وأحط معاهم باكوين فانيليا عشان ريحة البيض وبيديله نكهة طيبة وحلوة. هضربهم كويس لحد ما لونهم يبقى كريمي كده حلو. بعد كده حطهم في بولة واسعة، ودي مقادير الكيكة: كوبايتين دقيق أبيض، كوبايتين دقيق سيمولينا، كوباية زبدة على زيت، وكوبايتين لبن. هنزل بقى بالخليط بتاعي في البولة. بص لونه جميل ازاي، وخفيف وجميل. لازم تخلوه يوصل للون ده، تنيكوا تضربوا فيه لحد ما يبقى اللون بتاعه ده، سواء بقى بالمضرب او بالخلاط. هنزل عليه بكوباية السمنة على الزيت، طبعا كله بدرجة حرارة المطبخ. السمنة مع الزيت بتدي نكهة طيبة وجميلة. ممكن تعمليها بزيت بس، ممكن تعمليها بسمنة بس، انتي وراحتك والمتوفر عندك، يعني على حسب المتوفر معاكي في البيت. وهنزل عليهم بكوبايتين لبن حليب. ده لبن جاموسي كنت غلياه وحطاه في التلاجة، طلعته يا دوبك دفيته تدفية بسيطة وحطيته. هنزل بالكوباية التانية عشان انا عاملة مقدارين، عشان هعمل صينية كبيرة، عاملة من كل حاجة كوبايتين. نزلت بالكوباية التانية وابقى مجهزة شوية جوزة الهند. طبعا كلنا عندنا في بيتنا جوزة هند، مفيش خلاص مش في اشكال، مش هتفرق. لو متوفر عندك في البيت حطي معلقتين جوزة هند. نضرب بقى بيهم المكونات السائلة دي كلها مع بعضها، نضربها جامد بالمضرب اليدوي بتاعنا، نضربه جامد لحد ما المكونات كلها تتخلط مع بعضها وتتمزج مع بعضها وتبقى جميلة. منزلش بالمكونات التانية غير لما دول الاقيهم كلهم بقوا متجانسين مع بعض. هبتدي بقى انزل بدقيق السمولينا، دي اول كوباية هنزل بيها. بعد كده الكوباية التانية، والدقيق الابيض ده انا نخلاه وعايراه بالكوبايات، لازم يتنخل الاول، نخلته وعاير. انزل بالكوباية التانية وانزل بباكو بيكنج باودر، باكو كامل المقدار ده استخدمه. باكو بيكنج باودر اللي هو كيك شيف، بيخلي الكيكة جميلة ويخليها نافشة وفاضية من جوا كده وجميلة. حطوا الباكو كله، برضو باكو فانيليا كمان زيادة كده يخلي طعمها أحلى في الخليط بقى كله كده، يخلي الريحة بتاعتها أحلى. وذرة ملح صغيرة بين طرف صوابعك، صغيرة خالص، ذرة صغيرة بس. أقلب بقى المكونات كلها مع بعضها. طبعا التقليب كلنا عارفين بشكل دائري وفي اتجاه واحد، الكيكة بالذات لازم اتجاه واحد عشان تبقى فاضية من جوه وجميلة. وأي بقى دقيق في الجوانب لازم ننزله.
نتنينا نضرب جامد جامد عشان ميبقاش فيه كتل دقيق متكتلة أو كتل من البيكنج باودر، ساعات بيكتلوا يبقى حبيبات كده صغيرة. نضرب جامد لحد ما نتأكد إن الخليط كله ما شاء الله مفيهوش أي كتل ولا أي فراغات ولا حاجة. تنينا نضرب جامد بقى. الكيكة بالذات بتحب إنك تقدميها في الضرب بتاعها عشان كل الخليط يبقى كله متجانس مع بعض وحلو. هنزل بقى عليهم بعصرة ليمونة، نص ليمونة، عصرة نص ليمون. دي بقى بتخلي لونها جميل أبيض، لما بتستوي بتبقى لونها جميل وفاتح، وبتشيل أي زفارة من البيض. ممكن تستبدلي النص ليمونة بنص معلقة خل صغيرة، سواء دي أو دي، الاتنين بيخلوها جميلة بجد، بيخلوا ليها نكهة حلوة. جربوها وصدقوني مش هتندم. أضربها طبعا بقى جامد تاني بعد ما حطيت عليها نص ليمونة. أجهز بقى القالب بتاعنا. أنا هعملها النهاردة في قالب بايركس، هدهنه زيت بس. بدم بايركس بدهنه زيت بس. لو هعمله في قالب ألمونيوم بدهنه زيت وأعفره بدقيق، انتي وراحتك بقى. طبعا البايركس ما بيلزقش فيه حاجة، فبكتفي بالفرشة الزيت وخلاص. هتعمليه انتي في ألمونيوم عفريها بالدقيق. ده قالب كبير عشان انا عامله المقدارين، قلت يجوا في القالب ده يبقى حلو. هنزل بقى عليه بالخليط بتاعي، هديله تقليبه تاني كده وانزل عليه بيه. نسمي الله بسم الله، بسم الله، بسم الله. بصوا الخليط جميل ازاي، ولونه جميل وريحته جميله وطيبه. لونه بجد جميل قوي قوي قوي. انا بحب الكيكه اللي لونها فاتح كده، بتبقى جميله لما بتستوي كمان من جوه، بتبقى جميله. جربوها وصدقوني مش هتندم. جربوا الطريقه دي بنفس المقادير دي، هتطلع معاكم ناجحه وجميله. لازم بعد ما تحطوا الكيكه في الطاجن تهبطوا الصينيه بسيط خالص كده على الرخامه، بحيث تبقى كلها لو فيها اي فقاعات هوا اي حاجه تطلع منها. وانا بقى مشغله الفرن من قبل ما ابدا اعمل الكيك، بقالي 10 دقايق كده اي دقايق، على درجه حراره متوسطه 180 درجه. احط بقى القالب في الفرن واقفل الفرن واسيبه اقل حاجه من تلت ساعه ل 25 دقيقه، من 20 دقيقه ل 25 دقيقه. ما افتحش الفرن خالص عليها لحد ما ريحتها طبعا تطلع، ولا 20 دقيقه يعدوا ابدا ابص عليه. نعمل بقى مع بعضينا الشربات. شربات الكيكه الرواني طبعا بيبقى دافي، ما بيبقاش بارد مش زي الكنافه والبسبوسه، لا ده هننزل الاول بكوبايتين سكر وكوبايتين مي. مقدار الصينيه اللي انا عاملاها هياخد كوبايتين سكر وكوبايتين مي. نزلت بكوبايتين السكر، هنزل بقى عليهم بكوبايتين مي. طبعا مقلبوش خالص، واحط عليه عصرة ليمونة واسيبه مقلبوش، واحطه على البوتاجاز. بعد ما يغلي ابدا اقلبه عشان ما يكرملش معانا ويسكر. نزلت عليه بعصرة الليمون اهو، وسايباه خالص نعم ولا باجي ناحيته. هحطه بقى على البوتاجاز، وما بدأ يغلي هقلبه وانزل عليه بباكو فانيليا. باكو فانيليا بقى لما بيبدأ يغلي كده واحط الباكو فانيليا بيديله ريحة جميلة جميلة بجد، خلي ريحة الشربات بتاعنا ريحته طيبة وجميلة. طبعا ريحة الكيكة قلب الشقة بريحة جميلة، والشربات البيت كله ريحته خير وبركة وجميل. بجد جربوها يا حبايبي، يملوا بيتكم خير وبركة. الولاد يجوا داخلين من بره يشموا الريحة، الريحة جميلة بجد. انا قلبته لما غلي يا حبايبي، ما قلبتوش الا كده، هي تقليبة واحدة وبسيبه
يغلي بقى في حدود 8 ل10 دقايق كده واطفي عليه. ان الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف مش تقيل. وهنا الصينية استوت، طلعتها بالفرن، شوفوا جميلة ازاي، كلها محمرة فوق وتحت زي بعض، ما شاء الله، نافشة وجميلة وزي الفل. هبدأ بقى اسقيها، جهزت الشربات، هسقيها بالشربات الدافي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميلة بجد، جربوها قوي وهتعجبكم. في الشتاء بقى اللي احنا فيه ده، بالليل تدفوا تجيبوا كيكة مع الشاي، جميلة جميلة بجد. والشتاء أصلا بيحب الحاجات الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله، كل ما بديها شربات بتشرب. بسم الله ما شاء الله، هي بصوا كل الشربات ما شاء الله اللي سقيته بيها شربته. وانا عامله الشربات سكره خفيف عشان برضو ما يصدش معانا، اللي ياكل حته ما يتصدش، تاكلوا براحتكم منها ما تتعبش. هبدأ بقى اقطعها بالسكينه بعد ما سقيت الشربات قطع متساويه كده. انا بقطعها قطع صغيره عشان عندي ولاد صغيرين، فاللي ياخد قطعه ما يفوتش منها. انتوا بقى قطعوها بطريقتكم، عايزين قطع كبيره عن كده شويه ماشي، عايزه تقطعيها بنفس الطريقه ماشي. انا مقطعه قطع وسط، لا صغير اوي ولا كبيره اوي. بعد ما نقطعها بقى عايزه ازينها بايه؟ انا ما عنديش في البيت غير جوز هند، هزينها بيها. انتي بقى لو عندك فستق ممكن تطحني فستق وتحطي في كل قطعه كده حبه، او ترشي عليها كلها. عندك سوداني، اطحني سوداني حطيه برضو، رشي عليها عادي، ريحه جميله وشكل جميل. انا بقى عندي جوز هند بس، كانت فايضه عندي من رمضان، قلت بقى وحطها في التلاجة طبعا. حطيت في كل قطعة حبة جوز هند، بيخلوا شكلها جميل، اللي ياخد القطعة يبقى شكلها حلو تفتح النفس. حطيت في كل قطعة كده حبة حبة حبة. انتي عندك اي مكسرات تانية حطيها، مش هتقول لا، عادي اي مكسرات هتحليها. هي كمان والله مش محتاجة اي مكسرات، بس الجوز هند ده شكل جميل وبتدي ريحة جميلة للكيكة قوي، تديها نكهة حلوة. وسط الهند أصلا مع الكيكة تدي نكهة جميلة. يا لو عندك جوزة هند جربيها بجوزة الهند، وتفضل شوية وزعتهم عليها كلها، خلوها جميلة وشكلها أحلى. جربيها وصدقيني مش هتندمي. خلي الوصفة عندك والفيديو نزليه عندك وجربيها. أول ما تبدأي تعمليها ويبقى عندك المكونات اعمليها، هتعجبك إن شاء الله وتعجب كل اللي في البيت. بألف هنا وشفا ليكوا يا حبايبي. بس الشكل جميل 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 بجد، جميلة ومن جوه تحفة. هقطع لكم حتة دلوقتي برضو تشوفوها من جوه، جميلة جميلة بجد. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة ومميزة.